فاكر لعبه زمان 1 كده؟ انت فاكرها؟ كل المصريين لعبوها. طب فاكر ان نسخه الكمبيوتر مليانه بلاوي زي ما انت شايف دلوقتي؟ النهارده جاي احل لك مشاكل اللعبه دي بثلاث خطوات مختلفه. بس خليني اكلمك شويه عن اللعبه. اسم اللعبه الحقيقي هي سبايدر مان، ونزل سنه 2000 ونزل على المنصات الاتيه دي: بي اس 1، نينتندو 64، والدريم كاست، والبي سي، والجيم بوي كلر. نسخه مختلفه تماما. بس احنا جايين نتكلم عن نسخه البي سي. طبعا نسخه البي سي نزلت بعد بيشان 1 بسنه، عشان كده زي ما انت شايف النسخه شكلها مطور على نسخه بيشان 1. كجرافيك كتكستشرز كان اشكال نظيفه. طبعا هي لعبه قديمه جدا ومليانه جليشات على الاجهزه الحديثه. بس يا احمد ايه اللي خلاها تخرب؟ وليه الجليشات دي موجوده؟ ببساطه اللعبه دي مصممه انها تشتغل على 30 فريم، فلو زادت فريمات اللعبه دي تخرب. والحل دي تعرف بفريم ريت ديبندنت. اي خبير تقني الاسم ده سالته للذكاء الصناعي، فلو اسمه ده غلط صلحه لي. المهم هنبدا بالحل الاول، هو استخدام برنامج دي اكس ويند. زي ما انت شايف في دلوقتي البرنامج، هتختار الاي اكس اي ده، هتروح لملف اللعبه هتحطه في الدي اكس ويند. زي ما انت شايف فتح لك قايمه غريبه شويه، ما تقلقش. هتختار حاجه اسمها تايمنج، فوق من الكلام ده في حاجه اسمها فريم بير سكند، عندنا حاجه اسمها ديلي وام سكند. عدد الفريمات الاتيه انت ممكن تختار من 20 ل 30 فريم، بس انا هكتب 30 فريم. تضغط اوكي، افتح اللعبه. زي ما انت شايف اللعبه فتحت. طب اللعبه فاتحه ويندو، بس من مشاكل الدي اكس ويند اللعبه هتلجلج جامد. اللعبه هتلجلج جامد. شايف ظبطت ازاي؟ هو مشكله المطار، دي مشكله التسجيل. هي مشكله التسجيل يبقى عندي بطيئه زمان بقى ورا جيمسون فجاه. الحل ده ممتاز جدا، ده اسمه تقفيل الفريمات. ليه؟ حتى قبل ما اسجل تحس ان انا 15 فريم ولا 14 فريم. بس انا عايز اقول لك ده حل ممتاز. انت لو عايز تلعب اللعبه طبيعي جدا زي اي نسخه، اعمل الحل ده وانت قلبك مرتاح. هل في سرعه الجري فيها مشاكل؟ للاسف بقول لا. انا كنت في الاول بقول لو كل ما يمشي ابطا كل ما يبقى احسن. مش شرط على فكره. تحس بفرق. انت لو لعبتها بسرعه تحس ان انت قاعد تنجز في المهمه. الحل الثاني بدله زبونه انليمتد. بصراحه انا شايف الحل ده ممكن يبقاش مضمون. ده حل انا فكرت بيه لما خفيت البدله. زبون بقى حركته بطيئه، حركته ما عادش سريعه. بس انت لو عايز تستعمله في مهمه كاتش بينهم. في حل مؤقتا لحد مهمه كاتش بينهم، مهمه سكروبيان. اضغط سبيس. المهمه بتاعت ان تطلع في مبنى لسه بيتبنى، زي ما انت شايف الطريقه. هو لسه بيقع، تعمل سبيس. الحل الثالث انك تلعب نسخه ثانيه تماما، ما تلعبش نسخه البي سي. امسح نسخه البي سي. عندك بي اس 1، عندك دريم كاست، عندك ان اس 4. بس انت عايز تلعب نسخه قريبه من البي سي، اختار دريم كاست. صلي على النبي واعمل لايك واشترك في القناه.